حضورهم لمشاركتنا هذا الحفل المبارك، حفل ختام الدورات القرآنية التي أقيمت بالتعاون بين هيئة الإمام الحسين عليه السلام ومركز الإمام الحسن المجتبى القرآني في قضاء شرق العرب، أحد مؤسسات رابطة القرآنيين في محافظة البصره. هذا اليوم تلتف فيه أسرتنا المباركة القرآنية لتكون باقة من الياسمين يحلوها الحب والتعاون بين أفرادها من الطلبة وأساتذة الحلقات وإدارة المؤسستين المباركتين. لقد حرصنا واجتهدنا وبفضل الله تعالى وتوفيقه غرس شتلات الغد، وننتظر إطراف طار، ونحلم أن نرى براعمنا تعانق السماء من خلال ما أعدته إدارة الهيئة من برنامج يسعى لتسليح هذه الكوكبة الطيبة بالآداب عن طريق الارتباط بالقرآن الكريم وتجسيد مفاهيمه على أرض الواقع. لست في معرض خطبة ووعظ وإرشاد، فما أعده الله سبحانه وتعالى لحملة القرآن من الأجر لا شك أنكم قد سمعتموه وكذلك وعيتموه، وها أنتم تجتمعون على مائدة القرآن لتحظون بشرف الدنيا والآخرة. لا أريد أن أطيل. ختاما وباسم مركز الإمام الحسن المجتبى القرآني في قضاء شرق العرب أقول: كل عمل تتخلله بعض المشاكل البسيطة التي لو أعرنا لها أهمية لتوقفنا عن العمل تماما، ولهذا إن لاحظتم منا حسنات فادعوا لنا بظهر الغيب، وإن وجدتم منا تقصيرا فالكريم يستر العيب، سائلا من الله أن يحفظ الجميع ويوفقهم لخدمة القرآن والعمل على تربية أجيال تحمل القرآن والأخلاق المثلى، ليس فقط قراءة القرآن، إنما قراءة القرآن مع شبهها وياها وعي أخلاق وياها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآل محمد.